بُصّي جالها أيفون هدية كده قُل ب100.000 جنيه مثلًا. يالّا بينا على الفيديو. أول فيديو يا جماعة، طبعًا سوزي نزّلت صور كتير إنها جالها هدية من مونلي. أنا مش عارفة الاسم هو أصلًا اسمه الحقيقي، أنا مش عارفة بصراحة. يا جماعة صلّوا على النبي في الكومنتات كده وحطّوا لايك واشتراك في القناة ونكمّل بقى الفيديو. طبعًا عايزة أقول لكم مونلي ده طبعًا أنتم عارفين كانت سوزي بتحب واحد اسمه طارق، مش عارفة بنت صغنّنة أصلًا على حُب وتفركش ماشي. ما علينا. فالمهم إن هي أصلًا فركشت مع طارق ده عشان طارق طلع إيه حب واحدة تانية من دهب. راح دهب قال لها أنا مسافر يخشي هاشق طريقي ومش عارفة إيه. طلع هو بقى إيه بيضبط السياح بقى وكده. ما علينا. فأنا طبعًا إيه كل الناس طبعًا حذرها من طارق، وهي مهما بيعمل فيها بتحبه وبترجع له ومش عارفة إيه. دلوقتي هي مع واحد اسمه مولي وبتقول إن هو مش مرتبطين، هم أصدقاء. ما يشغلنيش أصدقاء ولا مش أصدقاء، بس أنا بصراحة أيًا كان بقى هو الولد صادق مش صادق مش عارفة. يعني حاسة إنه يعني هو عايز ياخد ريتش على حسها، يعني عايز بقى ياخد أعلى مشاهدة بقى ويتعرف بقى. يعني طارق ده كان مين حد يعرفه؟ ما حدش يعرفه خالص. هي كنا إحنا عارفين سوزي بس، وعلى أساسها عرفنا طارق اللي هو خطيبها القديم ده. ما كناش نعرف طارق ده أساسا. طارق دلوقتي بقى مشهور ومش عارفة ايه يعني. ناس بتجيب ناس، يعني واحدة مشهورة تجيب واحد مش مشهور، فاللي بقى مش مشهور بقى مشهور. فاهمين القصة؟ فهو بقى مونلي ده دلوقتي هو بقى جاب لها ايفون ومش عارفة ايه. الله اعلم ده بجد ولا العلبة فاضية. وبس كده. فمش عارفين بصراحة، انتوا شايفين ايه؟ شايفين هو بجد يعني بياخد ريتش ولا ده بجد الكلام؟ فشوفولي كده في الكومنتات طبعا. لو